بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الأدلة التي تدل على إسراف الخديوي إسماعيل وبزغه. فكما تذكرنا مذكرات نصف القرن لأحمد شفيق باشا، كان إسماعيل آية في الإسراف، فقد تأنق ما شاء في زينة الملك وزخرفه، وأكثر من تشييد القصور، وملأها بإسراب الجواري الحسان، وأجزل العطايا والهبات. فكان ثالث ثلاثة من ذوي الفخامة والإسراف هم السلطان عثمان عبد العزيز، والإمبراطور نابليون الثالث، وإسماعيل خديوي مصر. ومن الغريب أن هؤلاء العظماء عاشوا في عصر واحد، فكان بين سيرهم كثير من وجوه التشابه، وكانت بينهم رابطة صداقة. ثم حكم الثلاثة مددا متقاربة، وختم كل عهد في ظروف متشابهة. ويذكر لنا أن بارو باشا فرنسي رئيس الديوان الإفرنجي في عهد إسماعيل، أن إسماعيل في إحدى زياراته لباريس سمع بجمال قصر لأحد الأغنياء، فأظهر يحدثه رغبة في مشاهدة هذا القصر هياما بالفن الجميل. فلما علم صاحبه بذلك بادر بدعوة الخديوي إلى مأدبة أقامها له، وكانت له فتاة جميلة أعجب بها سموه. وبعد الفراغ من تناول الطعام سأل إسماعيل صاحب القصر عما إذا كان يرغب في بيعه، وعن الثمن الذي يريد فيه. ولم يكن الرجل يود التفريط في قصره، فطلب لقصره ثمنا باهظا قدره 5 ملايين فرنك. فقبل الثمن، وأمر باستدعاء كاتب العدل ليكتب العقد. فسأل عن اسم البائع وقيده، ثم سأل عن اسم المشتري، وعندئذ أشار إسماعيل إلى ابنة رب الدار، وبذلك غرم إسماعيل ثمنه الباهظ. وثم حادث آخر، أن بارو باشا أبلغ إسماعيل أن زوجة أحد الموظفين الفرنسيين بالمالية المصرية قد توفى زوجها، وليس له معاش ولا مكافأة كبيرة، وأن حالتها ستسوء من بعده. فأظهر عطفه وأمر بأن يكتب للمالية بصرف مبلغ 1000 جنيه له. ولكن عاد واستدعى بارو باشا وقاده إلى خزانته الخاصة، ثم أخذ يقبض بيده بضع قبضات متعاقبة من الذهب، ويضعها في منديل بارو باشا، وهو يحسب أنها أكثر مما أمر به، ظاننا أن ملء قبضته يساوي مبلغ كبير. ويذكر بارو باشا أن الخديوي إسماعيل كان لا يقدر للمال قيمة، وكان حين يقترض بفائدة ما لا يناقش في مقدار هذه الفائدة. وأكبر مثل ضربه إسماعيل في هذا الباب يوم تحققت له أمنيته بفتح قناة السويس، وبقيت هذه الاحتفالات مضرب المثل في الأبهة المقطوعة النظير، مما بعث الإمبراطور أوجيني أن تبرق إلى زوجها للإمبراطور يوم حفل الافتتاح. وقد أنفق إسماعيل على هذه الاحتفالات 1,400,000 جنيه مصري. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله. شكرا.